الحمد لله الملك الديان الكريم المنان خالق الإنس والجان وغافر ذنب من استغفره ومشعب الخير في شعبان أحمده سبحانه وتعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وخديمه. أما بعد، فيا أيها الناس، قد علمتم أن الموت قريب والرب رقيب، فما التسويف وقد مضى العمر وأنتم في تيه الغفلة تلعبون؟ كم تسمعون المواعظ وأنتم عنها غافلون. واعلموا أن شعبان قد أظلكم بأيامه الكرام، فأكرموه ولو بصوم 3 أيام، وتوبوا إلى الله وقدموا بين يديكم صالح الأعمال، ولا تتبعوا خطوات اللعين الشيطان، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي الحديث قال شعبان: يا رب، جعلتني بين شهرين عظيمين فما لي؟ قال: جعلت فيك قراءة القرآن. الحمد لله الذي لا تدركه العيون ولا تمثله الظنون، وتاهت في كيفية عظمته العارفون، وتحير في أزليته المتفكرون، ولا يقال أين كان ولا كيف كان ولا متى كان ولا أين يكون. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، نبي شرف به الأنبياء والمرسلون، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فبالتقوى تدخلون الجنان، وأنهاكم عن المعاصي، فبالمعاصي تعذبون في النيران. فاز المخفون وسبق الزاهدون والعابدون إلى أعلى منزل ومكان. أحسنوا فلهم الحسنى وزيادة، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفي الحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. اذكروا الله يذكركم، ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.